دشن وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة بدء عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام جوا من مطار عدن الدولي، وعددهم 140 حاجا ضمن ما يقارب 6000 حاج. وأكد وزير الأوقاف والإرشاد خلال التدشين ومعه رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود أن حج هذا العام يسير وفق تخطيط مسبق له من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة، مثمنا اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الحثيثة لسير إجراءات تفويج الحجاج. وأشاد الوزير شبيبة بجهود العاملين في وزارة الأوقاف والإرشاد والوزارات ذات الاختصاص في سبيل تقديم أفضل الخدمات للحجاج. الفوج الذي اتجه إلى بيت الله وإلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر أول فوج بعد انقطاع 8 سنوات بسبب الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. نودع 140 حاجا، والذين سيذهبون عبر الجو ما يقارب 7000 حاج متجهون جوا إلى بيت الله الحرام. وفي نفس المكان وفي نفس الزمان اتجهت جموع من الحجيج من حجاج بلادنا عبر البر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون موسما مباركا وحجا مقبولا.